في ترند داير اليومين دول على التيك توك ما بين عرب امريكا. بيقولوا ان احنا لما كنا في البلاد الاغنياء فقط هم اللي كانوا يقدروا يسافروا امريكا، ولما جينا امريكا الاغنياء فقط هم اللي اصبحوا يقدروا ينزلوا البلاد. فانا بصراحة حابب ان انا اشارك في الترند ده بتجربتي، لان انا من الناس اللي اكتوت بنار هذا الموضوع. انا جيت امريكا في 2020، ولحد يومنا هذا لغاية دلوقتي ما قدرتش انزل اجازة ازور فيها اهلي في مصر. ليه؟ لانه التذاكر غالية جدا. انا عيلتي صغيرة مكونة من 4 افراد، ولما باجي احسب التذاكر كل سنة بلاقي انها بتتراوح من 4000 ل 5000 دولار. طبعا انا الذكر الوحيد اللي في العيله، وعندي بنات وبتاع، فانت ما ينفعش ان انت تعمل رحله اكستريم قوي في الترانزيت وفي الحاجات دي، فانت بتحتاج رحله مريحه على الاقل يبقى فيها وان ستوب. فتجد انه تكلفه التذاكر داخله لها في 5000 دولار، وده كده بسم الله الرحمن الرحيم، انت كده ما عملتش اي حاجه. انت يا دوبك بس نزلت لمست ارض المطار برجليك ورجعت تاني، ما عملتش اي حاجه تاني. طيب انا طول السنين اللي فاتت دي، المدام والبنات قاعدين بيتفرجوا على السوشيال ميديا وبيتفرجوا على اليوتيوب، وبيلاقوا عم شلتت بتاع الفطير وعم بقلص بتاع البقلاويز، والحق ده مرسى مطروح المايه فيها لونها تركواز، لازم نشوفها، والحق ده مش عارف الجونة، الحق ده مش عارف دهب بيقولوا حلو والناس بتلبس بناطيل واسعة ومش عارف ايه وحاجات زي كده، ونعيش التجربة. فطول السنين دي انت عماله لائحه الفسح بتاعتك عماله توسع وتكبر، توسع وتكبر، فانت هتحتاج تصرف فلوس. فانت محتاج مبلغ على الاقل ما يقلش عن ثمن التذاكر اللي انت دفعتها. فاحنا كده بنتكلم في كام؟ بنتكلم في حوالي 10000 دولار. السؤال دلوقتي، انت لو معاك المبلغ ده في امريكا هتضحي بيه بسهوله كده وتنزل؟ يعني انا لو حصلت المعجزه والمبلغ ده معايا، لا طبعا انا هحتفظ بيه هنا. ليه؟ لانه الواحد جه هنا في 2020 كانت الدنيا حلوه ورايقه، وكانت الاسعار الحكومه هينه، يعني الاسعار كانت جميله هنا في الوقت ده. كان البنزين اقل من دولارين، وكان الجروشريز رخيصه، وكان الشغل هنا سهل جدا. انت مش عاجبك الشغلانه دي النهارده تقدر تغيرها في مكان تاني عامل جوب ايفنت وبتاع، كانت الدنيا شغاله زي الفل. والواحد لانه قليل الخبره هنا جه وصدق ان الحياه هنا بالمنظر ده. لكن اللي حصل انه في تحول، والتحول ده حصل في 2023، ومن ساعتها الواحد محشور في عنق زجاجه مش عارف يخرج منها. طيب لو فرضنا انه يعني حصلت المعجزه، وان انا بقى معايا المبلغ ده، وان انا دوست على قلبي وقطعت بطاقتي وشجعت نفسي وقلت هنزل يا واد، واللي يحصل يحصل، وعلقه تفوت ولا حد يموت. هتيجي تقدم اجازه للشغل، تفاجئ ان انت مسموح لك فقط بالسفر لمده اسبوعين، اسبوعين فقط لا غير. في اماكن تانية بتدي مدد اطول من كده، ولكن في حالتي انا وفي حاله ناس كتير هم اسبوعين بس. طب اسبوعين ازاي يا جماعه؟ ده ما يكفوش ان انا اشوف اهلي، ما يكفوش ان انا ازور اصحابي. ده اسبوعين منهم يومين طايرين بس في السفر، فتلاقي نفسك ان انت هتدفع مبلغ كبير جدا على مدة اسبوعين بس. فاستثمار في مش في محله. وبعدين هي الموضوع مش فلوس فسح وبس، لا، انت لازم تسيب فلوس ليك هنا في امريكا، لانه انت هتاخد اجازة لكن الفواتير مش هتاخد اجازة. انت هنا الدنيا مستمرة وماشية، فلازم تسيب فلوس بحيث انك لما ترجع تدفع منها المورجج، تدفع منها قسط العربية لو بتقسط عربية، تدفع منها بقى فواتير الخاصة بقى، فواتير الكهرباء والنت والتليفون والحاجات دي ما بتقفش. فانت لازم تسيب على الاقل ما يكفي شهر من البنود دي كلها. وبالتالي انا شايف انه الكلام اللي بيتقال انه السفر فقط للاغنياء هو صح الى حد كبير جدا جدا جدا. وللاسف انا ما ادركتش هذه الحقيقه الا لما جيت هنا، واصبحت زي ما بيقولوا كده اخواننا السوريين، احنا علقنا هون، علقنا هون يا اخوي خلاص.